بمسرحية شموع الركح في المسرح الوطني محي الدين بشتارزية تجدد الموعد بلقاء جديد للجمهور بالخشبة في ختام الطبعة 15 لمهرجان المسرح المحترف وسط حضور كبير من عشاق أبي الفنون. كانت بالعباس حاضره في الحلقه، في الجوال، في السبيكتاك، في العرض الاختتامي. عرض الجاسوم اخذ جائزتين، هو جائزه احسن موسيقى وجائزه السونوغرافيا. تقعد الجوائز هي جوائز نسبيه على حسب، ولكن اهم شيء هو الحب نتاع الجمهور واللي تقاسمناه. أكثر من 30 مسرحية كانت حاضرة في المنافسة من مختلف مناطق الوطن. أما التتويج فكان من نصيب مسرح بالعباس الجهوية بمسرحية تحت عنوان موعد كون. كانت دورة ناجحة بامتياز، سواء من ناحية التنظيم أو من ناحية الجمهور، وأن اليوم المهرجان الوطني للمسرح المحترف أصبح فضاء يشمل ويستقبل كل الفنانين الجزائريين. 10 أيام كان فيها الجمهور على موعد مع متعة الخشبة على أمل اللقاء في مواعيد أخرى. ما تبرى ما ترجع.